اوعى تكون من الناس اللي اعلاناتها بتترفض على سناب شات. محمد باشا بيسال وبيقول ازاي بلاقي اشخاص بيعملوا اعلانات مرفوضه على سناب شات رغم ان سناب شات مانع اصلا الاعلان في المجال ده. علشان اجاوبك على السؤال ده هقسمه لقسمين. القسم الاول ايه هي المعايير اللي بتخلي منصه سناب شات تمنع اي اعلانات علشانها، والقسم الثاني ليه اعلان المفروض انه يكون مرفوض وما ينفعش يشتغل تلاقيه شغال عادي على المنصه دي. هات كوبايه النسكافيه بتاعتك وركز معايا شويه علشان تفهم موضوع المعايير ده وتقدره صح. اولا ايه هي معايير منع الاعلانات؟ الاعلانات الجنسيه او اللي فيها عنف او شتايم، الاعلانات اللي فيها ترويج للسجاير والكحول والمخدرات والاسلحه وغيرها، برضو الاعلانات اللي هدفها تلم بيانات الناس بشكل غير قانوني زي انه بيطلب منك رقم بطاقتك الائتمانيه او الشخصيه او بيانات خاصه تانية، الاعلانات اللي بتوعد الناس بمكاسب وجوائز ماليه ضخمه بدون اي اساس واقعي، الاعلانات كمان اللي بتجيب شهادات ناس مزيفه لاقناع المستخدمين لشراء منتج معين، اعلانات الادويه والمنتجات الصحيه وخصوصا الادويه اللي تحت بير السلم وزاره الصحه ما تعرفش عنها حاجه، كمان الاعلانات اللي فيها مقاطع فيديو او موسيقى من حسابات تانية او مقاطع من افلام ومسلسلات او مسرحيات ليها حقوق ملكيه من غير موافقه صاحب الفيديوهات دي. كمان لازم تعرف ان كل بلد ليها شويه لوائح وقوانين وهي بتختلف من بلد لبلد تاني والسناب شات بيلتزم بيها جدا. طيب عرفنا خلاص المعايير، اقدر اعرف ليه بعض المعايير دي مش مطبقه على بعض الاعلانات، ودي حاجات انا شفتها بنفسي ومحدش قال لي. هقول لك يا سيدي، عمليات المراجعه بيبقى فيها فرق من البشر والخطا البشري وارد جدا، وده ممكن يفوت بعض الانتهاكات او ممكن يغلطوا في تفسير المعايير دي، فده ممكن يخلي بعض الاعلانات تعدي منهم. كمان بعض المعلنين بيستخدموا تقنيات التمويه لاخفاء الجزء الغير ملائم او المضلل، ودي ساعات بتعدي على ادوات الفحص الآلية والبشريه. كمان برضو الناس القدام في مجال الاعلانات بيستغلوا الضغط التجاري السيزون، يعني زي الاعياد والمناسبات، لان الاعلانات في الوقت ده بتبقى ضخمه وكتير، ففي اعلانات كتيره بتعدي من اجهزه الفحص. المهم يا ريت تكون الاجابه وصلت، وانتوا كمان تابعوني واعملوا شير لاني هجاوب على اسئله كتير بعتوها ليا الايام اللي جايه، واكيد سؤالك جاي باذن الله.